السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. عاملين بقى ايه؟ عاملين تحابيش بقى حلوة بقى. بس التحابيش بتاعتنا غير اي حد بقى. شوف التحابيش بتاعتنا عامله ازاي. كملوا بقى معايا الفيديو الاخر عشان نشوف الطبق التحفه اللي في النص دوت. حذروا ده ايه بقى. بس يعني اول حاجه بقى جبت بتنجان وقمت جايه ماسكاه مقطعاه كده وحطيت عليه ملح عشان ايه ما يشربش الزيت ولا باجي بقليه. إيه بعد كده بقى جبت بقى الجرجير اهوت بقى همسك اغسله كويس. وبعد اهم حاجه في لما تيجي تغسلي الجرجير تحاولي تغسليه ورقه ورقه كده. وبعد ما تغسليه مرتين تلاتة تحطي معلقه خل في الميه عشان يقتل بقى اي ميكروبات فيه او اي حاجه فيه يضيعها. قطعت بقى طبق طماطم كده وخيار. لو عندك بقى قرن فلفل وقرن شطه كمان حطيه. كان عندي طعميه انا كنت عاملاها بس انا ما نزلتهاش لسه. الفيديو بتاعها هبقى انزله لكم ان شاء الله. واقول لكم بقى الطريقه الحلوه اللي انا عملت بيها الطعميه كده وقضيت شهر رمضان كله ان شاء الله على خير يعني. إيه بقى بعد كده بقى قلت بقى هنعمل طبق فول بقى ندلع طبق الفول. لا احنا مش هنعمل فول بقى كده بطحينه وخلاص، لا انا هعمل له ايه دقيه توميه كده صغيره، فصين توم كده مسكتهم فرمتهم بس مش هحمرهم قوي عشان في نفس الوقت ايه ما يتعبناش الحاجات المقليه قوي ديت، ما تتعبناش مثلا في الصيام. هتخليه بس كده اهوت. اول ما تحسيه خلاص بدا يصفر انزلي عليه بمعلقه كزبره صغيره كده وانزلي عليه بالطماطم وقلبي بقى الطماطم بقى وشمي وادعيلي. هتاكلي طبق فول احلى احلى من اللي بتاكليه مليون مره في اي مطعم. ده الفول اللي انا كنت عاملاه معاكم منزله الفيديو بتاعه. والله ما شاء الله ما بشتريش فول خالص ولا طعميه من بره. عندي في الفريزر كل يوم اطلع على قد ما احنا عايزين وخلاص. عملت الفول اهو بقى. حطيت فيه ايه بقى ربع اقل من ربع معلقه الميه عشان يخفق الفول معاكي يبقى جوسي كده ما يبقاش ايه حب وخلاص، لان احنا عاملين الفول ايه بقى ما شاء الله كله حب كده مش عاملين فيه غيره كتير ولا حاجه. وحط بقى التوابل بتاعتك اللي بتحب تحط ايه شويه ملح شويه كمون صغيرين واركنيه على جنب. انا مش يعني ايه عملت اهوت بس اول ما بعد ان شاء الله قبل ما المغرب ب5 دقايق يأذن هقوم جايه ايه قبل ما المغرب ب5 دقايق هقوم جايه مسخناه. إيه جبت بقى البتنجان اهوت حطيته بقى ايه هنقليه. انا بحب البتنجان صراحه، بحب البتنجان المقلي قوي. كنت عايزه اعمل سلطه بتنجان اللي هو البابا غنوج ده بس قلت لا ايه نخليه في يوم تاني. هنا بقى هنعمل ايه في الفيديو ده في الحته دي. انا هجهز الطبق اللي في النص. انا قلت لكم اللي هو البيض ده انا عاملاه زي البيتزا بالظبط. شوفيه تقولي لا دي بيتزا مش بيض. هجيب بصلايه الاول كده هدبلها على النار واول ما تدبل هنزل عليها بالطماطم. ويا سلام بقى لو عندك قرن فلفل كده وتحطيه. انا ما كانش عندي فلفل الصراحه فقلت لا مش مشكله عادي هنمشي امورنا يعني. بس بتبقى حلوه قوي لما تحطي قرن فلفل ذوق وتقطعيه صغير كده برده معاه بيدي طعم حلو قوي. بس يالك حطي ده بره اللي يعني انا بشتغل كله على يعني وانا واقفه على البوتاجاز بعمل كله يعني ايه في وقت واحد. اعمل الطعميه حطيت عليها البيض وقلبتها وسبتها في جنب عشان ابقى اقليها. انا كان المفروض اعمل ايه الاول؟ كان المفروض احمر البطاطس وبعد كده اقلي الطعميه وبعد كده اقلي البتنجان لان انتوا عارفين البتنجان بيغمق ازاي. بس دي بقى فاتتني بقى معلش انتوا عارفين انا صايمه. هقلب بقى البتنجان كله اهو وبعد كده هنطلعه. هنا خلاص اهوت كان خلاص الطماطم والبصل اللي احنا هنعمله البيتزا بتاعه البيت خلاص دبلت. هقوم جايه شايلاها وحطاها شايلاها خلاص حطاها على الرخامه عشان تبرد. هقول لكم التكه اللي بعد كده ايه. كملوا بقى معايا الفيديو الاخر واللي لسه مشتركش يشترك معايا في القناه بالتعليق وفعلوا الجرس ولو في اي استفسار او اي فيديو او اي مثلا اكله حابين نعملها لكم قولوا لي عليه. هنا خلاص البتنجان طلع اهو. هحط بقى عليه شويه الملح وشويه التوابل وشويه الكمون عصره الليمونه. عندي الشطه بقى اللي انتوا عارفين ان انا فرماها وحطها في التلاجة دي. بص ما بستغناش عليها في اي اكله. بس هناكل طبق بتنجان بقى ايه تحفه. ويا سلام بقى لو في فصين توم كده صغيرين برضو تفرموهم. احنا في موسم التوم طبعا في كل بيت بس انا التوم دخلته في حاجات كتير النهارده فقلت لا كفايه كده. دي بطاطس برضو انا مفرزاها وان شاء الله هنزل لكم بالفيديو بتاعها قريب. كان طعمها تحفه طعمها بجد حلو قوي. من بره مقرمشه ومن جوه طريه. شايفين لونها عامل ازاي؟ كان لونها وطعمها جميل قوي. ان شاء الله هنزل لكم برضو الفيديو قريب. اللي عنده بطاطس برضو خايف اللي هي بتلين او اب بوز هنزل لكم ان شاء الله الطريقه. دي بقى هنا الطعميه كنت قلبتها في البيض عشان تاكلي طعميه حلوه وما تكونش ناشفه معاكي طالما انت هتعمليها في البيت. اهم حاجه البيضه ان انت تحطي عليها بيضه وتقلبيها جامد ترجيها قوي كده جامد. هيطلع معاكي الطعميه تحفه ما شاء الله. هتطلع نفشه
وفي نفس الوقت ما هيش ناشفه قوي وهتبقى جميله قوي، وفي نفس الوقت طريه من جوه. جربوا تكه البيض دي ان انتوا تحطيها على الطعميه، اكيد في ناس كتير عارفينها وبيعملوها كده، وبالذات اللي بتعمل في البيت طعمها حلو قوي. لو كان عندي سمسم بقى كنت احط شويه على الوش كده، كان هيبقى طعمها ايه، شكلها وطعمها خرافي. على فكره انا جربت ان انا اعمل التحابيش ديت، التحبيش خدت مني وقت عن ما بعمل مثلا اي طبخه. اسم انك بتعملي كذا صنف، وكل صنف بتبقي لازم تعمليه بطريقه كويسه عشان يطلع حلو على الفطار. لا بياخد وقت والله عن الاكل، عن الطبيخ العادي اللي هو الرز والطبيخ ولا اي حاجه. هنا اللبن البارحه كنت مسكته وفصصته وغسلته كويس وحطيته ونزلت عليه باللبن المغلي بقى وسيبته على جنب. انت بقى ايه، استوي منك في لوحدك كده بجنب كده. تعرفين البلح بياخد وقت، بس لما تنزلوا عليه باللبن سخن بيبقى ما شاء الله، بيبقى حلو، بيبقى طيب كده وانتي تاكلوه، ما بيبقاش ناشف يعني. خلاص الطعميه جهزت اهيت. احنا كده عملنا الطعميه والفول والبتنجان. هنعمل بقى ايه اللي هو البيتزا زي ما انا قلت لكم. خلاص كده كان ده البصل بالطماطم كان خلاص برد. هنزل عليه بقى، عندك بيضه بيضتين تلاتة اكتر، امسكوهم رجوهم قوي في الخليط اللي احنا عملناه دوت، بس اهم حاجه على البارد يعني يكون الخليط ده برد، وشويه ملح وفلفل، وانزلي بقى عليه بطاسه ما تكونش بتلزق اهوت. نزلت بقى هنا اهوت بالملح والفلفل، والطاسه ديت عندي ما بتلزقش. نزلت بالكميه كلها كده وسويتها على خفيف، وايه اول اللي هو بدأ يلم من الجوانب تهدي النار عشان ما يتحرقش من تحت. انا بحب طريقه البيض دي جدا. هنا بقى كنت مسكته قلبته، وحطيت بقى على ايه على الوش. كان عندي شويه جبنه موتزاريلا والله كنت جايباهم ب5 جنيه، قلت احطهم على الوش كده ندلع البيض، تحسي ان انت بتاكلي بيتزا بقى فعلا. حطيت بقى شويه اهوت على الوش وغطيت، يعني هي ما كملتش 10 دقايق، 5 دقايق على الناحيه دي و5 دقايق على الناحيه دي. والجبنه الموتزاريلا غطيت دوبك دقيقتين عشان تسيح اهو زي ما انتم شايفين اهوت. هجيب بقى طبق تاني وهقلبها فيه. ايه رايكم بقى، حبيتوا التحابيش ولا حبيتوا بقى المحشي والرز المعمر والحاجات دي؟ كده خلاص انا اعتبر كنت خلاص خلصت. البطاطس اهي عملتها والبيتزا والفول مسكته سخنته وغرفته في طبق تاني، وطلعت عيش سخنته، وخلاص كده. والله كانت اكله جميله قوي ولذيذه قوي وتغيير، يعني الواحد برضو زهق من الرز والمكرونه والمحاشي والكلام ده، لا تغيير بقى والله. كلنا من التحابيش ديت على ما ناكل الاكل العادي. هنا خلاص بقى كنت جهزت الاكل على الصينيه اهوت ومستنيه بس الاذان يأذن. والله بجد جربوا انتوا تعملوا تحابيش كده بجد هتعجبكم، وجربوا طريقه البيض اللي انا قلت لكم عليها دي، بتبقى البيتزا البيض. كنا الحمد لله خلاص فطرنا، بس كان بقى في شويه مواعين بقى، قلت لو قعدت وهيخلوهم بقى لتاني يوم لا انا هقوم اتشجع كده واقوم اغسلهم. الحمد لله بقى غسلتهم. قلت بقى ما ادخل اغسل البوتاجاز. طبعا عارفين مليكه شايفين مش سايباني بعمل حاجه الا وتجيب الكرسي، كرسي صغير كده بلاستيك، تقوم جايباه وواقفه قعدت تعيط لا لازم اغسل معاكي. طب تعالي يا حبيبتي، ده تلاقي حته سلكه كده واخر ما زهقت منها قلت لها هو بقى حرام عليك ارحميني. في توظيف فطار واقفه معايا، في غسيل اي حته، بص يعني حتى وانا بسجل لكم الفيديوهات بتبقى واقفه معايا. عارفين لو هي كبيره شويه مش هتعمل حاجه والله. معلش بقى يا جماعه بيسامحوني لو هي صوتها بيطلع بقى في الفيديوهات، بس والله غصب عني. خلاص بقى كنت خلاص غسلت المواعين وقلت بقى نغسل بقى البوتاجاز ونخلص بقى كده ونكنس ارضيه المطبخ بقى وكده ونبقى خلاص شكرا كده. يعني انا غسلت البوتاجاز مش الغسله اللي بالكوا فيها، بس يعني لو ايه يعني ايه على الاقل المنظر العام يبقى ايه تمام. ان شاء الله نبقى نغسله بقى ونعمل له روتين كده بقى قبل ما العيد يجي. هدلي ان شاء الله فيديو كده كامل لوحده، وهستناكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. ومتنسونيش بقى بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ولسه ما اشتركش يشترك يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.